يمكن 3/4 الدنيا تحتفل بما يسمى بالمولد النبوي. انا لي وقفة، كلنا نجل ونحب ونتعبد الله بطاعة هذا النبي الكريم ونفديه بأنفسنا وأموالنا وآبائنا وكل ما نملك صلى الله عليه وسلم. لكن هل مقام النبي احتفال بمولده؟ يعني لما تجي انت تقول انا بحتفل بهذا المولد، اولا القرن الاول الهجري، القرن الثاني، القرن الثالث، كله ما كان عندهم لا احتفال مولد ولا قالها الله. القرن الرابع الهجري ايام الدولة الفاطمية جتنا قضية الاحتفال بالمولد. الدولة الفاطمية دولة كان عندهم رجل يسمى المعز لدين الله. بالمناسبة هذا المعز لدين الله هو اسم على غير مسمى، كان اسماعيلي هو قومه، وكان يدعي وقومه ان ينتسبون الى النبي الشريف، الى نسب النبي عليه الصلاة والسلام. والصحيح انه ينسب الى رجل يهودي باطني اسمه عبد الله بن ميمون القداح، والتاريخ يشهد والتاريخ موجود. اقرأوا التاريخ اذ فيه العبر، ظل قوم ليس يدرون الخبر. ثم نجي حنا نقول لهذا المتفلسف الاسماعيلي الباطني اللي كان يأمر الناس في ذلك الوقت في مصر خاصة ان يسبوا ابا بكر وعمر وعائشة، ومنع الناس انهم يصلون صلاة التراويح، واستبد في حكمه. ومن سلالتهم من يسمى بالحاكم او الحاكم بامر الله. ايضا الحاكم بامر الله ادعى الالوهية بالمناسبة، يقول انا ربكم الاعلى. هؤلاء الاسماعيليون ايام الفاطميون هم اللي تسببوا في قتل الحجاج وتخريب الكعبة وسرقة الحجر الاسود، ثم يجون يسنون للمسلمين احتفال مولد، ونجي حنا نطهبل مع العالم ونغنى المغني نغنى ونصلي المصلي صلينا. هذا مو صحيح. نحن امة محكومة بدليل، قال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام. هل يعقل ان هؤلاء الفاطميون جاءوا بشيء مو بعند ابو بكر ولا هو بعند عمر ولا عند عثمان ولا عند علي؟ سؤال اخر، النبي صلى الله عليه وسلم اصلا، انا بسألهم سؤال، هل الاحتفال بالمولد طاعة ولا معصية؟ ان قالوا معصية قلنا ليش تسوونها؟ وان قالوا طاعة سألناهم سؤال ثاني، هل الطاعة هذه علمها رسول الله او جهلها؟ اذا قالوا جهلها هذا اتهام يدخلهم الكفر، وان قالوا علمها قلنا اعطونا الدليل، قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. في دليل على عيني وراسي، نحتفل 100 احتفال. ما في دليل لا، حنا ما حنا بإمعات. السؤال الاخر، السؤال الاهم من ذلك، هل النبي صلى الله عليه وسلم ثبت ان مولده كان يوم 12 ربيع الاول؟ ثبوت مولده بهذا التاريخ غير ثابت، غير قطعي الدلالة. ما في دليل صحيح يثبت ان النبي ولد يوم 12 ربيع الاول، بل الثابت انه مات يوم 12 ربيع الاول. فيعقل نحتفل بموته؟ يجب يكون عندنا عقول. العالم الاسلامي ناهيكم يا جماعة اختلاط واحتفالات واجازات رسمية، ويحصل من والله امس تتصل بي امرأة من دولة ما تقول يا شيخ كلفوا علينا حتى في الاموال ندفع فلوس عشان نقيم احتفال لم ينزل الله به من سلطان. لا شك ان مولد النبي عظيم، لكن الاعظم مولده ولا هجرته؟ وش اعظم، مولده ولا بعثته؟ بعثته اعظم، لان بعثته شرفه الله بالنبوة ونزل عليه القرآن، ولا لا؟ هذه اعظم من لم يبقى اعظم، ومع ذلك ما احتفلنا بها. حنا ارخنا، عمر بن الخطاب ارخ التاريخ الهجري بيوم الهجرة. والله لو اني مكان عمر في تقديري الشخصي يمكن اخلي التاريخ يوم المولد، تاريخنا بدل ما يصير يوم الهجرة خليه يوم المولد، ولا اخليه يوم فتح مكة، هجرة اثنين رايحين من حاشين تأرخ فيه. لان عمر بيقول لنا الاصرار والتحدي هذا نصر، الاصرار على انتشار الدعوة وبثها هذا نصر. ولذلك الله قال الا تنصروه
فقد نصره الله. ايش قال؟ ثاني اثنين اذ هما بالغار. هذاك سماه الله انتصار مع انهم اثنين، في حالة احنا نشوفها ضعف لكنها عندنا انتصار. الامة باختصار تريد مواقف العمل، وبعضها اللي جالسين يسوون احتفالات سواء قصدوا او لم يقصدوا. بعضهم احيانا تجده في سنن النبي لا يطبقها. صلاة الجمعة ما هو بيصليها احيانا، والصلوات مفرط فيها، يعني يهتم في احتفال المولد الذي لا دليل عليه وهو بدعة في دين الله، ولا جيت تدوره في الصفوف الاولى ما لقيته، وان بغيته في الطاعات ما حصلته، وتجده اول من يطامر في الرقص والغناء والمجون وغير ذلك. فلذلك نقول النبي عليه الصلاة والسلام حقه علينا ان نقيم له الحب والاحترام والاتباع. قل ان كنتم تحبون الله ايش؟ فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يقول الشاعر، هو الامام الشافعي بالمناسبة، يقول يا مدعي حب طه لا تخالفه، فالخلف يحرم في دنيا المحبين. اراك تأخذ شيئا من شريعته وتترك البعض تهوينا وتدوينا. خذها سماوية خيرا تفوز به، او اطرحها وخذ رجس الشياطين. فصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.